اشوف اختي، انا المرة اللي بغيت المرة اللي تكافح معايا وتصبر معايا وتبني معايا الحياة من الزيرو. حيت انا حاليا الله خرجت من تجربة، يعني الله خرجت من تجربة فاشلة وتهدبت فيها، وعلى شوية كان بيطير ليا الفريخ، على شوية كتبين تسطى، ولكن الحمد لله الله قود بيدينا. حيت واحد التجربة دزت منها انايا، هذاك هي السر بيني وبين الله، هو اللي عارفه، هو اللي عرفني مناش دزت، هو اللي عارف المعاناة اللي كنت نعيش، هو اللي عارفني علاش صبرت، هو اللي عارفني كي كنت الناس ما كانش يجيني، فهمتي؟ دابا الله ولا تيجيني الناس اختي، فهمتي؟ وليت تنشرب القهوه كحله بالليل مع جوج الليل وكالناس. وشوفي دابا هاد الدكه تاعي كي دايره، شوفيها قاصحه، ونشربها ونحط راسي على المخده والناس اختي، فهمتي؟ وماشي دابا تجي المرا تقول لي لا خصني نسكن هنا ونمشي لهنا وندير هنا، لا اختي، انا باغي المرا اللي تبدا معايا من الزيرو. بدخل واحد المؤسسات الزواج حاليا معايا انايا، تنهضري على راسي انايا، مكنهضرش على الرجال الاخرين، انا كنهضر على راسي. هاد المؤسسه اللي بتدخلي معايا فيها في الزواج وهاد المشروع هذا بتبداي معايا من الزيرو، بتدخلي مع واحد السيد بادي من الصفر. يعني الا مشاش خدم لك، الا فطر خصو يمشي يضرب لك تماره على الغدا، ولا تغدى خصو يمشي يضرب لك تماره على العشاء، فهمتي؟ يعني هاد السيد اللي بتزوجي بحال هكا وساكن في العشوائي، ها هو شتيه باش ما تقوليش هذا ساكن في شي دار، شتيني في ساكن في العشوائي، ما كذبتش عليك. يعني خصك تفرحي الا جبت لك مانطا، وتفرحي الا جبت لك بوطه، وتفرحي الا عمرت البوطه، وتفرحي اي حاجه جبتها لك خصك تفرحي بها. حيت انا دابا بادي من الزيرو، عرفتي من الزيرو. وإلا كنتي كتقلبي على شي ولد الناس يكون عنده الدار وكذا وكذا، والله يسهل عليك اختي. ولا بغيتي تزوجي بيا انا مثلا، حيت كتضلي تهضري معايا في التليفون وتنقول لك بنت الناس انا ما نخدمش ليك، وكتقولي لي لا باغيه، لا باغيه. راه هادي هي الحقيقه. واش بنتي باغيه تعيشي مع هاد السيد هذا هكا؟ واش راضيه تعيشي معايا انايا؟ راه انا هادو هما المواصفات اللي فيا. انا ما يمكنش نأذيك وما نتعداش عليك وما نظلمكش، وما غرامة العيب ما تشوفيهش مني الا ما جاش منك نتيا. غير انا راه ساكن في هاد العشوائي اللي كتشوفي فيه كاره. وما تقوليش لي غادي نبدل السكنه باش نترقى، لا، انا باغي نجمع شويه بشويه 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 ونحسن الوضعيه تاعي، فهمتيني؟ حيت انا خدام بالحلال، ماشي خدام شي حاجه حرام. انا كنضرب تمر عطرة الخبز الحلال. وعندك تمشي غلطه عاوتاني تقولي هاد السيد هذا ساكن في هاد العشوائي هذا ما عنده شروط، لا عندي شروط. انا وليت انا ياك ساكن كاع في العشوائي، واني ساكن في الطبقه، قلت لك تحت الصفر، قلت لك كلشي انا عندي تحت الصفر، ولكن عندي شروط. حيت انت بديتي تاخدي راجل اللي ما يظلمكش وما يتعدى عليك وما يتكرس عليكش، واي حاجه حرام يعني بيتعامل معاك بداكشي ما يرضي الله ورسوله. هذا الراجل اللي بتاخدي بيدير معاك داكشي اللي يقول الله والرسول تاعو، ما عندوش علاقه بالحقوق ولا بالمدونه ولا بهاد القوانين اللي مخرجين الدول، ولا بهاد ما عندوش غرام هو في هادشي ما تيدخل ليه من هنا تيخرج ليه من هنا، فهمتيني اختي؟ والشروط اللي عندي، اول حاجه هادشي غنحطونا في العقد عندك صحابك، هادشي بنحطو معاك في العقد الا بغيتي تزوجي بهذا الرجل هذا. اول حاجه هي الام تاعي تعيش معايا، تتفرقني معايا الموت، وتعاملي ليا مع امي كي تتعاملي مع امك. الا بغيتيني انا نحترم لك والديك ونقدرهم ونهزهم في عينيا بحال هكا، كي تتعاملي مع والديك بتعاملي ليا مع والديا. وحتى انا راه نفس هادشي تيتبادل وكتر، يمكن ندير معاك كتر. تاني شرط بديري النقاب، السادل ديال النقاب، هذا من حقي انايا، انا ما كنشرطش على شي واحد، هذا من حقي. هادشي شحال هادو الشروط بيتحطوا في العقد ان شاء الله باذن الله، الا قبلتي بيا انايا. وثالث شرط، مع خوك داز من تجربه فاشله وتكرفص فيها وعانى فيها، ورداتو هذيك التجربه فاشله لتحت الصفر، رداتني تحت الصفر. الشرط الثالث شنو هو؟ هو في حالات وقع بيناتنا شي مشكل ولا شي حاجه، ما تعرفي الوقت والزمان هادي، حيت لو الدنيا كدور دغيا كدور،
ما تتابعيني بتا شي حاجه، كتنازلي ليا بجميع الحقوق ديالك، فهمتي؟ يعني كاع داكشي شي حاجه بتتابعيني بها قانونيا لا، ولكن انا في حاجه وحده عاوتاني ماغاديش نظلمك، داكشي اللي عاطيك الله والرسول صلى الله عليه وسلم غادي نعطيه لك في حدود الدين. كنتعامل معاك انا دابا في حدود الدين. ولا ما عجبوكش اختي هاد الشروط اللي عندي، جاوك بانوا لك انا بنت لك انا انسان متعقد ومتعصب ومتشدد وداكشي، نعاودو ندخلو معاك للقانون، ندخلو معاك العلمانيه، داكشي اللي تتبغوا نتوما. ملي تبي تجوج، الا بغيت تدخلي معايا لمؤسسه الزواج بالنسبه للقانون العلماني ندخل معاك عاوتاني، ديك الساعه ندخل معاك. وما عمرك تقولي لي راه قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأفة بالنساء، حيت العلمانيه ما فيهاش هادشي. العلمانيه فيها نص 50-50، خلصت الكرا انت بتخلصي الضو. انا شريت هادي انت بغيت تشري هادي هكا دايره العلمانيه، هكا باش غادي الناس اوروبا ما فيهاش الدين، ما دخلش في هداك الشيء تاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم هكا. واختاري نتيا، وديك الساعه ملي تختاري نعاود ندير لك شي فيديو اخر فيه العلمانيه ماشي مشكل. وتحياتي واش راك مبروكه. الا قبلتي على هاد الشروط اختي مرحبا بك على الراس والعين، ما قبلتيش عليهم الله يسهل عليك والله يجيب لك ما احسن مني. وكاين ولاد الناس احسن مني، وكاينين ولاد الناس، انا ما كنحييش البركه من شي حد، غير هو انا كي عندك انت الحق في الشروط ديالك، حتى انا عندي الحق. كي عندك الحق ترفضي، حتى انا عندي الحق. وحنا خوت، ماشي بالضبط حيت رفضتيني ولا رفضتك مخاصم معاك، لا، انت اختي في الاسلام، وواجب عليا نحترمك، واجب عليا نقدرك، واجب عليا ما نتفلى عليك. هذا في الدين. ولا رجعنا للعلمانيين نعاودو نديرو فعيل العلمانيين. وتحياتي ليك اختي، وهو شرك مبروكه، وما سخيتش بكم حيت دابا نمشي نخرج نصلي. يلا تحياتي.